فتحت الباب لقيت راجل في التليفونات كان لابس لبس مبهدل. قلت له نعم. ابتسم ابتسامة غريبة وقال حاجة ما فهمتهاش ولف ومشى. قفلت الباب وما كنتش عارف افسر اللي حصل. طريقة خبطه على الباب وفي الاخر ما يقولش حاجة ويمشي كانت غريبة. الحكاية دي حصلت لي اما قررت اروح ازور اهلي في الاجازة، ودي كانت اول مرة اجرب موقع على النت لتأجير البيوت. المدينة كانت صغيرة والاسعار رخيصة. انا سافرت بالعربية ووصلت تقريبا بعد غروب الشمس. وانا بركن بصيت على الحي اللي انا فيه. الدنيا كانت ضلمة جدا ومفيش اي حركة. البيت اللي انا مأجره كان البيت الوحيد اللي نوره منور. حتى الوقت ساعتها ما كانش متأخر وقلت جايز ده الطبيعي هنا. دخلت البيت ووضبت شنطتي وقررت افتح من المشوار. قعدت على السرير وبدأت اتفرج على التلفزيون، وبعد شوية سمعت صوت جاي من بره. وقفت الفيلم واستنيت ثواني وسمعت الصوت تاني، حد بيخبط على الباب. فتحت موبايلي يمكن الراجل اللي مأجر منه البيت عايز حاجة، بس ما لقيتش حاجة. فرحت عند الباب وكان الخبط لسه مستمر. فتحت الباب لقيت راجل في التليفونات كان لابس لبس مبهدل. قلت له نعم. ابتسم ابتسامة غريبة وقال حاجة ما فهمتهاش ولف ومشى. قفلت الباب وما كنتش عارف افسر اللي حصل. طريقة خبطه على الباب وفي الاخر ما يقولش حاجة ويمشي كانت غريبة. ورجعت الأوضة وكملت اليوم عادي. وتاني يوم رحت عند أهلي وفضلت بره لحد الساعة 6. واما رجعت دخلت الأوضة وشغلت التلفزيون، والتاني مرة ألاقي الباب بيخبط. المرة دي كنت قلقان ورحت ناحية الباب وبصيت من العين السحرية ولقيت نفس الراجل بنفس اللبس. فتحت الباب بحذر وسألته في حاجة. بصلي وقال لي لأ ولف ومشى تاني. بس الموضوع بقى مرعب بالنسبة لي. رجعت الأوضة وعدى وقت. كان الوقت ساعتها اتأخر. طفيت النور ونمت وصحيت في نص الليل مش فاهم ايه اللي صحاني. وسمعت صوت جاي من بره زي صوت همس، وفجأة الباب خبط بصوت عالي. وانا ماشي في الطرقة لمحت خيال حد بيتحرك ورا الشباك. واما وصلت عند الباب وبصيت من العين السحرية لقيت نفس الراجل، بس المرة دي كان في حد واقف وراه من بعيد وكأنه مستني اني افتح. لفيت بسرعة ورجعت عشان اجيب موبايلي، وفجأة لقيت واحد بيبص عليا من شباك المطبخ. جريت بسرعة على أوضة النوم وسمعت صوت خطوات كذا واحد بيجري حوالين البيت. كلمت الشرطة وكنت سامع الأبواب والشبابيك وهم بيحاولوا يفتحوها. عدت دقايق صعبة جدا عليا لحد اما الشرطة وصل، وساعتها هم اختفوا في ثواني. في الآخر محدش قدر يوصل لحاجة. وبعد كل السنين دي ما عنديش تفسير للي حصل غير ان ممكن كان يكون عندهم مشكلة مع الراجل اللي أجرت منه البيت، لأنه كان راجل غريب هو كمان. وأما عرفوا ان العنوان باسمه جم يدوروا عليه. بس أيا كان أنا عمري ما هعرف ايه الحقيقة، ولا هعرف هما كانوا عايزين ايه بالظبط.